في جدل كبير مع الفئة اللي عايزة عربية عملية وفي نفس الوقت بسعر رخيص، وهكلمك النهاردة عن عربيتين مهمين جدا في سوق السيارات، وفي وقت من الأوقات كانوا من الأكثر انتشارا ومبيعا في السوق. عشان كده احنا عاملين فيديو مخصص ليهم ضمن سلسلة أيهما أفضل، بحيث إنك تقدر تختار أحسن عربية بأنسب سعر. والعربيتين اللي هنوضح أيهما أفضل هما لادا 2107 وفيات 131. وكالعادة هنتكلم عن أول مقارنة في الاقتصادية، والحقيقة إن الاتنين بيتميزوا بالاقتصادية سواء في سعر الصيانة أو قطع الغيار. وبالنسبة لاستهلاك البنزين فبتتميز ال 31 نسبيا في الاستهلاك بمعدل من 7 ل 10 لتر لكل 100 كيلو، أما اللادا بمعدل من 8 ل 10 لتر. والتفوق هيبقى بسيط في صالح ال 31 ب 8 من 10، أما اللادا 7. حجم ال 31 بيبقى اكبر وقابل اكتر للعاليه، وده بسبب مساحه الشنطه الخلفيه. لكن بالنسبه للمساحه الداخليه فالاثنين ممكن يستوعبوا ال5 افراد، لكن مش بشكل مريح. وبشكل عام وبسبب تميز ال 31 في مساحه الشنطه الخلفيه فالافضليه هتبقى ليها ب6 من 10 واللادا 4. التصميم، الاتنين تصميمهم من رأيي سيء وقديم وغير مناسب للعصرية تماما، لكن ده في الأول والآخر مجرد رأيي الشخصي. وفي العموم ومع تعديل العربية ممكن تلاقي منها شكل ممتاز يغير شكلها ويوديها في حتة تانية، وفي كل الأحوال دي أذواق على حسب كل شخص. لكن بالنسبة لي التقييم هيجي للاتنين ب4 من 10. المتانة ونظام التعليق، اغلب اصدارات فيات ولادا اتميزوا بشكل كبير بقوة العفشة ومتانة الصاج، لكن بشكل عام فلادا امتن، والتقييم هيجي في صالحها ب 8 من 10 وال 31 7. الاعتمادية، وهنا ذكرت قبل كده مشكلة بتحصل مع اللادا في العفشة وبتبقى في بيض العجل، والمشكلة دي مش موجودة في ال 31. وبالنسبة لاعتمادية الموتور فالتفوق هيبقى في صالح ال 31، وده لأنها أثبتت نفسها بشكل كبير وبتاعت مسافات، لكن ده طبعا مع اهتمامك بصيانتها من وقت للتاني. فبكده في المجمل التقييم هيجي في صالح ال 31 ب6 من 10 واللادا 5. التسارع من 0 ل 100 والسرعة القصوى. تتسارع ال 31 من 0 ل 100 في 12 ل 13 ثانية، وبسرعة قصوى 160 ل 170 كيلو في الساعة. أما اللادا تسارعها من 0 ل 100 من 10 ل 15 ثانية، والسرعة القصوى لللادا 150 كيلو في الساعة. والتقييم هيبقى في صالح ال 31 ب6 من 10 واللادا 5. تجربة القيادة، لادا 2107 في السرعات على الطريق تسارعها مش قوي ومش مرنة، لكنها اعتمادية ومناسبة للمسافات، وبرغم كده إلا أنها بتفتقد للراحة. وبالنسبة للطرق الضيقة وداخل المدينة فالعربية معروف إنها متينة للدرجة اللي هتحس منها بالنار والمطبات وعيوب الطريق. أما بقى بالنسبة لل 31 فبتتميز بتجربة قيادة كويسة على الطريق مع السرعات العالية وبتبقى مريحة بشكل أكبر. وبالنسبة للطرق والشوارع الضيقة برضه تحس بالنار والمطبات لكن مش بشكل واضح زي اللادا. ونفس النظام برضه هتلاقيها بتتميز عن اللادا في سهولة التوجيه والقيادة وراحة أكبر على الطريق، ده مع الاعتمادية في المسافات. فالتقييم مش هيختلف عن اللي فات وهيبقى في صالح ال 31 ب6 من 10 واللادا 5. التجهيزات ووسائل الأمان
بتتميز اللادا في موديلاتها الاحدث بتجهيزات اعلى الى حد ما عن ال 31، وده اللي هتلاقيه في الساوند سيستم، وموديلات معينه كانت بتنزل بازاز كهرباء تقريبا ومساحات تخزين اكبر. اما ال 31 فكانت بتفتقد تماما لوسائل الرفاهيه وتجهيزات. وبالنسبه بقى لوسائل الامان فبرضه الاثنين بيفتقدوا بشكل كبير لوسائل الامان، لكن بشكل عام التقييم هيجي في صالح اللادا ب5/10 وال 31 4. قطع الغيار الاثنين ميزه كبيره فيهم، وده بسبب توافرهم، غير انهم بيقبلوا قطع غيار بديله. لكن ال 31 بتتميز بشكل اكبر بالسعر الرخيص، غير انها ممكن تكون متوفره عن اللادا. وعشان نكون منصفين فاللادا قطع غيارها خاصه الروسي منها اعتماديه اكتر عن ال 31، فالتقييم برضه هيجي في صالح ال 31 عشان التوافر والسعر ب8/10 واللادا 7. السعر من اهم مميزات اللادا وال 31، فلو سألت هتلاقي انهم باقل سعر موجود في السوق، وده بيرجع لموديلاتهم القديمه بالمقارنه بالموديلات التانيه اللي معروضه. لكن لو هتسألني عن الارخص فللاسف في فساد وعبث في السوق الايام دي، وصعب تحدد سعر عربيه معينه، فالتقييم هيتساوى من غير ارقام بسبب عدم وضوح السعر وتغييره من وقت للتاني. إعادة البيع بسبب المميزات اللي ذكرناها لكل عربية وأهمها السعر، فإعادة بيعهم سريعة لكن بتتوقف على حالة العربية والسعر المعروض فيها، والتقييم هيبقى بالتساوي 8/10. نتيجة المقارنة واضحة جدا من الأرقام، وده ممكن يكون مفاجأة لناس كتير من عشاق اللادا، لكن ده برضه هينطبق على أي عربية هنتكلم عنها. لازم تبقى فاهم يعني إيه قيمة مقابل سعر، يعني إيه أدفع فلوس فعلا في عربية تستاهل سعرها. فلو عايز عربية اقتصادية واعتمادية وفي نفس الوقت بسعر كويس وبتاعة مسافات، يبقى الأفضلية طبعا لل 31. ده كان فيديو أيهما أفضل، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.